رحل عن عالمنا الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عام، ويعتبر الفنان علما بارزا في الوسط الفني في الكويت، خصوصا في الخليج العربي على مستوى. ونعت العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الفنان، وتصدر خبر وفاته قوائم الأكثر تفاعلا في جميع الدول الخليجية. تم نعي الفنان عبر تلفزيون الكويت الرسمي بكلمات: مع غروب شمس الجمعة غاب صوت الكويت الجريح بعد مسيرة فنية امتدت 60 عام من العطاء. وذكر أنه قدم العديد من الأعمال الوطنية الغنائية مثل وطن النهار وعمار يا كويتنا وأم الثلاث أسوار وغيرها من الأعمال الناجحة. ولد الفنان الراحل في يونيو عام 1941. بدأ حياته كموظف في وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى إدارة الجمارك، وانتهى به المطاف في قسم الموسيقى في وزارة الإعلام حتى تقاعده من العمل. لم يدرس الفنان الراحل الموسيقى، لكنه بدأ مشواره في الغناء بتشجيع من أصدقائه عام 1966، حيث أدركوا جمال صوته وموهبته الكبيرة عندما كان يردد أغاني فناني تلك الفترة. وخطأ أولى خطواته الفنية بعد اجتيازه اختبار في إذاعة الكويت، وحصل على تقدير امتياز. حصل الفنان عبد القادر على العديد من الجوائز، من ضمنها جائزة الإسطوانة البرونزية في مهرجان القاهرة الغنائي عن أغنية جمر الوداع، وجائزة أفضل أغنية في مهرجان القاهرة الغنائي سنة 1998 عن أغنية شخبارك. كما تم تكريمه في مهرجان القرين الثقافي 24 ومهرجان شتاء طنطورة في السعودية عام 2019. لقب الفنان الراحل باسم الصوت الجريح، تعبيرا عن عمق الصوت ووضوح نبرة الحزن في صوته، خصوصا بعد أداء أغنيته الشهيرة أجرى الصوت عام 1988.